افتح أي خريطة مباشرة لحركة السفن دلوقتي وبص على البحر من مضيق ملقا لحد القنال الإنجليزي. هتلاقي المحيطات متغطية بأسهم خضراء وحمراء وصفراء، كل سهم فيهم سفينة شايلة حاويات أو مواد خام أو وقود ورايحة من قارة لقارة. اللي قدامك ده مش مجرد زحمة سفن، ده أكبر أسطول تجاري عرفه تاريخ البشرية. لكن الغريب إن من كام سنة بس العالم كان حرفيا بيدور على أي سفينة فاضية ومش لاقي. شركات التجزئة كانت بتأجر سفن كاملة لوحدها علشان تلحق تنقل بضاعتها عبر المحيط الهادي، وسعر شحن حاوية واحدة ارتفع في بعض الحالات بحوالي 1000%. أما دلوقتي فالمشكلة اتقلبت تماما، العالم بقى عنده سفن أكتر بكتير من اللي هو محتاجه. ومصانع السفن في الصين وكوريا الجنوبية لسه شغالة ليل نهار وبتنزل البحر سفن عملاقة اتطلبت في لحظة ذعر مؤقتة، لكن لحظة الذعر دي خلصت والسفن لسه بتوصل. فازاي اتنقلنا في وقت قصير من أزمة نقص سفن لأزمة فائض سفن؟ وليه الأسعار لحد دلوقتي ما انهارتش بالشكل المتوقع؟ وإيه اللي ممكن يحصل لو السفن رجعت تعدي من قناة السويس بصورة طبيعية؟ علشان نفهم اللي حصل لازم الأول نفهم قاعدة بسيطة جدا بتحكم الاقتصاد فوق سطح المية. تقريبا 90% من البضائع اللي بيتم تداولها عالميا بتتنقل عن طريق البحر. الموبايل اللي في ايدك، قطع غيار عربيتك، هدومك، الاكل، المعادن ومكونات المصانع، جزء ضخم من الحاجات دي ركب سفينة في مرحلة ما قبل ما يوصلك. وعالم الشحن البحري ده كله مبني على فكرة اقتصادية شرسة اسمها وفرات الحجم. يعني ايه المصطلح ده؟ يعني كل ما السفينة تكبر وتشيل بضاعة اكتر، تكلفة نقل القطع الواحدة تقل. السفينة اللي بتشيل 5000 حاوية تقريبا محتاجة عدد أفراد طاقم قريب من السفينة العملاقة اللي ممكن تشيل 24000 حاوية. صحيح استهلاك الوقود بيزيد، لكنه ما بيزيدش بنفس نسبة زيادة الحمولة. يعني بدل ما تشغل 5 سفن صغيرة ممكن تشغل سفينة واحدة ضخمة وتنقل كمية قريبة من اللي ال5 سفن كانوا هينقلوها، لكن بتكلفة أقل لكل حاوية. ومن هنا بدأت شركات الشحن تدخل سباق السفن العملاقة. كل شركة عايزة سفينة أكبر تحمل أكتر وتخفض التكلفة عن منافسيها، لحد ما ظهر جيل كامل من الوحوش البحرية. بس السفن العملاقة دي ما كانتش شغالة لوحدها، كانت جزء من نظام أكبر اسمه سلاسل الإمداد في الوقت المحدد أو Just in Time. وفكرة النظام ده بمنتهى البساطة إن الشركات ما تخزنش بضاعة عندها كتير. بدل ما المصنع يبني مخازن عملاقة ويحط فيها قطع غيار تكفيه شهور، السفينة نفسها تبقى مخزن عايم، توصل المينا في التوقيت اللي المصنع محتاج فيه المكونات، والبضاعة تتنقل من السفينة لخط الإنتاج تقريبا على طول. النظام ده عبقري لأنه بيقلل تكلفة التخزين والهدر لأقل درجة ممكنة، لكن المشكلة إنه حساس جدا. علشان يشتغل النظام ده بكفاءة محتاج الطقس يبقى مناسب، والمواني شغالة، والعمال موجودين، والقنوات البحرية مفتوحة، والأوضاع السياسية مستقرة. طول ما كل حاجة ماشية بيبقى عندك عدد السفن المناسب بالظبط لنقل البضاعة المطلوبة. لكن أول ما ترس واحد يقف الصدمة بتتنقل لباقي السلسلة، وبتبدأ ظاهرة اقتصادية اسمها تأثير الصوت. وتأثير الصوت ده بقى هو المتهم الرئيسي في زحمة السفن اللي احنا شايفينها النهاردة. ببساطة تخيل ان المستهلك اشترى شاشتين كمبيوتر زيادة علشان يشتغل من البيت. المحل يشوف الشاشات بتختفي من الرفوف فيقول بدل ما اطلب شاشتين خليني اطلب 10 احتياطي. الموزع يلاقي عشرات المحلات بتطلب كميات اكبر فيفتكر ان في انفجار دائم في الطلب فيطلب هو كمان 50 شاشة من المصنع. المصنع يشوف الطلبات الجديدة فيطلب مواد خام تكفي 100 شاشة ويحجز ضعف مساحة الشحن المعتادة علشان يضمن ان كل حاجة توصل له. المستهلك اشترى شاشتين، لكن في أول سلسلة التوريد الطلب اتحول ل100. وده حرفيا اللي حصل تقريبا وقت كورونا. مع بداية الإغلاقات الناس بطلت تصرف فلوسها على السفر والمطاعم والخدمات وتوجهت مليارات الدولارات ناحية البضائع المادية. فجأة كل الناس عايزة أجهزة للشغل من البيت ومعدات رياضية وإلكترونيات وأدوات لتجديد البيوت والمطابخ. الطلب التاريخي ده خبط في شبكة شحن ما كانتش مستعدة له، المواني اتكدست، العمالة قلت، والإغلاقات المحلية عطلت التشغيل. سفن قعدت أسابيع مستنية بره مواني زي لوس أنجلوس ولونج بيتش وروتردام لمجرد إنها تلاقي مكان تفرغ فيه. ولأن السفن كانت واقفة في الطوابير ما كانتش بترجع آسيا في موعدها علشان تحمل بضاعة جديدة أو تجمع الحاويات الفاضية. فظهر في اللحظة دي نقص، لكنه كان نقص مصطنع. بمعنى السفن موجودة والحاويات موجودة بس الاتنين واقفين في المكان الغلط. أصحاب البضائع دخلوا في حالة ذعر، وبعضهم علشان يضمن إن بضاعتهم تتحرك حجز نفس الشحنة مرتين أو 3 على أكتر من سفينة. شركات الشحن بقى في الوقت ده بصت على بيانات الحجز فشافت طلب شكله لا نهائي. كل سفينة محجوزة، كل مساحة مطلوبة، وكل عميل مستعد يدفع أي رقم. فمثلا سعر نقل الحاوية من شنغهاي للوس أنجلوس اللي كان حوالي $1500 قفز فجأة ل10000 و12000 دولار. وفي الفترة القصيرة دي شركات الشحن حققت أرباح تاريخية.
الشركات الكبيرة حققت خلال سنتين أرباح أكتر من اللي حققته خلال ال20 سنة اللي قبلهم، حرفيا بقى معاهم جبال من الكاش. وهنا ممكن نسأل سؤال بديهي، تفتكر شركة شحن لما يبقى معاها فلوس زيادة بالشكل ده إيه اللي ممكن تعمله؟ بكل بساطة تشتري سفن. الشركات دخلت في أكبر موجة طلب في تاريخ الصناعة، وطلبت مئات السفن الجديدة، خصوصا السفن العملاقة اللي بتشيل أكتر من 24 ألف حاوية. لكن رغم كل ده كان في تفصيلة صغيرة السوق تجاهلها تماما وقت الحماس ده. السفينة مش عربية بتطلبها وممكن تستلمها الأسبوع الجاي. من لحظة توقيع العقد لحد ما السفينة بتنزل المية الموضوع بياخد في المتوسط من 2 ل3 سنين، وده معناه إن شركات الشحن كانت بتطلب السفن في قمة أزمة 2021، لكن السفن دي مش هتظهر غير بعد ما الأزمة نفسها تكون خلصت. وده بالظبط اللي حصل. كورونا خلصت والناس رجعت تسافر وتخرج وتصرف على الخدمات، شراء الأجهزة والأساس بدأ يهدى، الموانئ فكت زحمتها، الحاويات رجعت تتحرك بصورة طبيعية. لكن في نفس اللحظة دي أحواض السفن في الصين وكوريا الجنوبية كانت بتفتح أبوابها وتقول اتفضلوا طلباتكم وصلت. بحلول الربع الأول من سنة 2026 سجل دفتر طلبات السفن العالمي أعلى مستوى له من 17 سنة، ووصل لحوالي 191 مليون طن. الرقم ده بيعادل تقريبا 17% من حجم الأسطول العالمي الموجود دلوقتي، وفي سفن الحاويات تحديدا الطلبات الجديدة بتعادل حوالي 37% من حجم الأسطول الحالي. يعني تخيل شركة عندها 100 سفينة وفي الطريق ليها لسه 37 سفينة جديدة، في وقت الطلب فيه مش بيزيد بنفس السرعة. وما بين 2024 و2026 دخل السوق حوالي 7 مليون حاوية من الطاقة الاستيعابية الجديدة، وفي 2026 فقط حوالي 1.7 مليون حاوية إضافية بتنزل المية، وبعدها حوالي 3 مليون حاوية تانية مقررة لسنة 2027. دول مش كام سفينة زيادة، دي موجة ضخمة من الصلب داخلة سوق خلاص ما بقاش محتاجها. على خطوط التجارة الرئيسية بين الشرق والغرب فائض الطاقة الاستيعابية تخطى 10%. هتقولي 10% بس يعتبر رقم مش ضخم، هقولك في الشحن البحري زيادة 4 أو 5% بس ممكن تكون كفاية علشان تبدأ حرب أسعار عنيفة وتنزل تكلفة الشحن لحد مستوى نقطة التعادل. يعني الشركات في اللحظة دي بالكاد تغطي مصاريف التشغيل، فمنطقيا الأسعار كانت المفروض تنهار تماما. لكن ده ما حصلش، أو على الأقل لسه ما حصلش، والسبب موجود عند مدخل البحر الأحمر. بسبب الهجمات في مضيق باب المندب معظم خطوط الحاويات الكبرى حولت سفنها بعيد عن قناة السويس وبدأت تلف حوالين رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا. التحويلة دي بتضيف حوالي 3500 ميل بحري للرحلة بين آسيا وأوروبا، وبتزود مدة الرحلة من 10 ل 14 يوم. يعني السفينة اللي كانت تخلص الرحلة وترجع تحمل من جديد بقت تقضي أسبوعين زيادة في البحر. والنتيجة إن الطريق الطويل بيمتص حوالي 9% من طاقة الأسطول العالمي، فبيبان إن أغلب السفن محجوزة وشغالة، إنما هي بس طولت وقت ومسافة الرحلة. مش بس كده، شركات الشحن نفسها بتلغي رحلات مقررة بالفعل في أسلوب اسمه الرحلات الملغاة أو البلانك سيلينج. ببساطة الشركة بيكون عندها سفينة وموعد رحلة، لكنها تلغي الرحلة علشان تقلل المعروض وتحافظ على السعر من الانهيار. والأغرب إن الشركات في الوقت ده رافضة تتخلص من سفنها القديمة. في الظروف الطبيعية لما السوق بيبقى مليان سفن، الشركات بتبعت السفن القديمة اللي عمرها 20 سنة لشواطئ تفكيك السفن في جنوب آسيا، وهناك تتقطع ويتباع الحديد بتاعها. لكن عملية الخردة دي نفسها شبه متوقفة، لأن جائحة كورونا علمت الشركات درس مرعب. السفينة الزيادة مش مجرد تكلفة، دي بوليصة تأمين ضد إضراب مفاجئ أو إغلاق قناة أو أزمة محدش كان عامل حسابها. وعلشان كده السوق داخل في مأزق، عنده سفن أكتر من احتياجه بكتير، لكنه خايف يرمي أي سفينة منهم. وخلال 2026 و2027 في 3 قوة هيحددوا شكل المعركة. أول قوة هي البحر الأحمر. لو الوضع الأمني استقر والسفن الكبرى رجعت تعدي من قناة السويس، أكتر من 2 مليون حاوية من الطاقة الاستيعابية هترجع للسوق تقريبا مرة واحدة. الأسفنجة اللي كانت بتمتص الفائض هتتشال، والسفن هتلاقي نفسها رجعت تقطع الرحلة في وقت أقل، وبالتالي نفس الأسطول يقدر ينقل رحلات أكتر. وده ممكن يخلي أسعار الشحن تهبط بعنف والشركات تتخانق على أي حمولة تملى بيها سفنها العملاقة. أما بقى القوة التانية وهي التحول الأخضر. المفارقة إن رغم وجود سفن زيادة الشركات ممكن تستمر في طلب سفن جديدة، وده لأن قواعد الانبعاثات الدولية بتتشدد والشركات محتاجة سفن حديثة بمحركات مزدوجة الوقود تقدر تستخدم الغاز الطبيعي المسال أو الميثانول أو الأمونيا. يعني الأسطول هيكبر مش لأن السوق محتاج مساحة أكتر، لكن لأنه محتاج مساحة أنظف. أما بقى القوة الثالثة فهي حرب الحصص السوقية. زمان لما أسعار الشحن كانت بتنهار الشركات كانت تنزف وتفلس زي ما حصل مع شركة هانجن للشحن سنة 2016. لكن الشركات الكبرى النهاردة قاعدة على احتياطات نقدية ضخمة جمعتها بعد الجائحة، وعندها فلوس كفاية تخليها تشغل سفنها بخسارة، ويمكن حتى تستحمل أسعار أقل من نقطة التعادل لسنين.
ممكن نشوف حرب استنزاف حقيقية، شركة تشغل سفنها بخسارة علشان ما تسيبش حصتها لمنافس، والمنافس يرد بنفس الطريقة، والكل يفضل مستني مين نفسه هيخلص الأول. السفن اللي بتنزل النهاردة من أحواض آسيا مش مجرد وسائل نقل جديدة، دي تماثيل فولاذية للذعر اللي حصل سنة 2021. كل سفينة منهم بتفكرنا بلحظات الشركات افتكرت فيها إن الطلب هيفضل يزيد للأبد، وإن الأزمة المؤقتة هي الوضع الطبيعي الجديد. بالنسبة للمستهلكين والمستوردين، وجود سفن زيادة غالبا خبر كويس، معناه تكلفة نقل أقل ومساحات متاحة أكتر وسلاسل إمداد عندها قدرة أكبر تستحمل الصدمات. لكن بالنسبة لشركات الشحن، السنين الجاية هتبقى اختبار بقاء، لأنها هتحاول تملأ أكبر أسطول تجاري في تاريخ البشر في محيطات بقى فيها السفن أكتر من البضاعة اللي محتاجة تتنقل. وفي النهاية، الأسهم الخضراء والحمراء والصفراء اللي شفناها على الخريطة ما بتمثلش قوة الاقتصاد العالمي بس، جزء منها بيمثل قرارات اتخذت تحت ضغط الخوف ووصلت متأخرة بعد ما سبب الخوف نفسه اختفى. والسؤال هنا، لما أزمة البحر الأحمر تنتهي وكل السفن دي تلاقي الطريق القصير مفتوح قدامها من جديد، مين من شركات الشحن هيقدر يفضل عايم ومين هيغرق وسط الزحمة؟ وبس كده. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة، وفي النهاية ما تنسوش تدعوا لوالدي بالرحمة. سلام.